احنا عند حساب يا سيدي وطال من ذلك هذا من هذا وكذا ما هو لك كذا خليها وتحدث خليك ما في قلبك خليك ما في قلبك تحدث وخليك. طبعا اليوم موضوعنا عن إحراج الناس، وطبعا ونعم برجال اليمن ونعم بقبائل اليمن كلها، ولكن مثل ما شفتم في القضايا هذه الكبيرة مثل القتل وما قتل، فمثل القضايا هذه يا أخوان ما تبغى لهاش إحراج لكي لا يكثر القتل والفساد في اليمن. شوفوا نفس هذول اللي يحرجوا وكسروا العسبان طرحوا الجنابين وذا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز انكم تحرجوا الرجال اولا واخرا. وانا انصح مثل هذه القضايا ان اولياء الدم ما يكونوش يظهروا، يكونوا يجلسوا بالجباء ويخلوا الناس تحت بالشارع عشان ما يحرج وهو يتكلم من الجبهة كيف ما هو يشتي. هذا النظام أفضل نظام، ما يكونش يتقابل هو والمشايخ ولا هو الناس، ولا لأنه رجال اليمن عسرة ويحرجوا بسريع. القبيلة يعني عندنا احنا يعني شيء ثاني، وهذا الذي يبغى أنوه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.